ازاي بنختار الافوكادو مستوية وطعمها حلو، وكمان ازاي بنحفظها ونقدمها على الفطار وكلها فوائد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الافوكادو، انا انصحكم جدا ان انتوا تاكلوا الافوكادو على الاقل مره في الاسبوع. هي دلوقتي موجوده، موجوده كتير ومصريه وسعرها معقول. فلو جبنا واحده مش هتعمل مشكله معانا. انا بجيبها مش مستويه عادي، مش لازم تبقى مستويه قوي، وبحطها في فوطه مطبخ على جنب على الرخامه. وبعد يوم او يومين حسب ما هي ناشفه قد ايه بشوفها، لو لقيتها بدات تطرى كده تمام خلاص هي استوت. بقدر احطها في التلاجة او استخدمها. بلاش تشتروها طريه قوي زياده عن اللزوم، لانكم لو فتحتوها من جوه هتبقى لونها اسود. ولو اشتريناها معقوله متوسطه يعني نقدر ندوس عليها بالراحه، يبقى كده تمام بالنسبه لي. فتحتها اهي خلاص، هي كده مستويه لطيف بالنسبه لي. بصوا طريه لما بدوس عليها اهي كده تمام. هي كده جاهزة للأكل وبيبقى طعمها حلو جدا. نقدر نضيفها بقى على صوصات السلطة، نقدر ناكلها كده. أنا بحب أكلها كده عادي بالنسبة لي. يعني طعمها عادي، برش عليها ملح وفلفل، ممكن بقى شوية شطة صغيرين وافردها على توست مع جبنة كريمي، أو ممكن أحطها كده كشرايح وأضيف عليها برضو توابل. بتطلع حلوة قوي مع الفطار. وبس، يمكن كله خير.